كرتون النهاردة عن ازاي نتعامل مع ولادنا وازاي ناخد بالنا منهم عشان ما يبوظوش مننا. الأم دي ابنها كان شاطر وكان بيذاكر طول الوقت، بس هي ما كانش عاجبها، كانت طول الوقت عايزاه يبقى أشطر مهما كانت الظروف. بتقوله في المدرسة اوعى الاقيك مش أشطر واحد في الفصل، وهو فعلا كان طول الوقت بيذاكر مهما كانت الناس مشغولة، كان هو قاعد بيذاكر وهو فعلا كان أشطر واحد في الفصل، مركز مع المدرسة طول الوقت حتى لو الناس مش عايزة تبقى مركزة. كان بيلعب برضه مع أصحابه، بس مامته ما كانتش عايزاه يلعب مع أصحابه، تقول له أنت المهم المذاكرة مش مهم اللعب. بتاخده البيت ويشوف الناس بتلعب طول الوقت وهو بيبقى نفسه يلعب معاهم طبعا لأن هو طفل، بيبقى عايز ينزل يلعب معاهم، بس مامته تقول له تعالى هنا، أنت رايح فين؟ أنت وراك مذاكرة. وتاني يوم في المدرسة كل الناس بتجيب درجات مش كويسة أوي، بس طبعا الطالب بتاعنا عشان هو متفوق بيبقى جايب أحسن درجة في الفصل، وكل الناس بتسقف له ومدرسة تبقى مبسوطة بيه. كل أولياء الأمور بيشوفوا ولادهم مش مشكلة يبقوا مش أشطر حاجة، وبيعزموهم ويقولوا لهم كويس إن انتوا دخلتوا الامتحان. الولاد بيبقى فاكر مامته هتبقى برضه مبسوطة بيه لأن هو جايب أحسن درجة، بس بتقوله ازاي ما جبتش الدرجة النهائية؟ انت مش مهم الدرجة الكويسة، مهم الدرجة النهائية. وهي طول الوقت بتقوله انت باباك كان فاشل وكان طول الوقت قاعد في البيت فاشل وعمره ما كان شاطر، وعشان كده انا مش هسيبك يحصل لك زي ما حصل له. انت لازم تبقى متفوق. هو مش عايز يبقى متفوق، هو عايز يبقى بني ادم عادي بيعيش حياته. بعد ما كبر كان شغال في بنك وكان منصب محترم، واتجوز بنت كان شايفها بتخليه سعيد طول الوقت. هو بيروح البنك يروح شغله وبيبقى مشغول طول الوقت. لما مامته بتتصل بيه هو طبعا مش طايقها، بيقول لها انا مشغول دلوقتي، وهي اللي عودته ان هو بس يبقى مشغول بشغله ما يبقاش مشغول بالناس. هي اللي بوظت الكلام ده. ومراته قاعده في البيت بتبقى طبعا هي قاعده تلعب وتعمل اللي هي عايزاه، وكمان دي عازمه واحد صاحبها وقاعدين يصرفوا من فلوس الراجل اللي تعب فيها، قاعده تصرف فيها ومش فارقه معاها. ده اختياره اللي هو اختاره، بس مع كل اسف هو اكيد ما يعرفش ان هي تعرف واحد تاني. هي بترجع البيت وتبين له ان هي واخده بالها منه، وتقول له بقول لك ايه رايك ممكن نخرج شويه؟ هو هيفتكر ان هي بتحبه وعايزه تخرج معاه، بس معاها كل اسف هي بتعمل له مقلب. هي نزلت من العربيه والراجل اللي صاحبها ضربه بالعربيه، خبطه. هو خبط ومشي الراجل التاني، بقوا قاعدين سعداء وحاسين ان هما اتخلصوا منه اخيرا. بس المستشفى بتكلمها وتقول لها الراجل جوزك في المستشفى عندنا. قالت الظاهر ان هو فاق، وكلموا مامته كمان قالوا له ابنك عندنا. هي كانت عايزة تتخلص منه، وفجأة لقيته فاق. وايه ده بيعمل تصرفات عيل صغير، ده واضح ان هو فقد الذاكرة وبقى طفل صغير. وفعلا الدكتور بيأكد لها المعلومة دي، بيقول لها ابنك بقى عنده طفل عنده 5 سنين. بتقول لمامته خلي بالك ابنك دلوقتي فقد الذاكرة وعنده 5 سنين في مخه. الأم بتشوف ابنها قاعد يلعب وبتفتكر إن هي عمرها ما خلته يلعب وهو صغير، فقررت إن هي تسيبه يلعب وهو كبير. الست بتقول إيه ده، هو أنا هربي؟ أنا مش جاية أربي طفل صغير، أنا جاية أتجوز وجاية أتبسط في حياتي. هو قاعد يلعب مع أصحابه. أمه تقول له إيه رأيك تيجي البيت؟ قال لها بس أنا عايزة آيس كريم. افتكرت إن هي عمرها ما سابته ياخد آيس كريم وهو صغير، وبقت تاخد بالها منه كأنه طفل صغير من أول وجديد. والمرة دي هتعامله أحسن من المرة اللي فاتت. بتقرا له قصة قبل ما ينام، وتسيبه ياكل آيس كريم، وتسيبه يلعب مع أصحابه، تسيبه يعمل كل اللي هو عايزه. دي بقى بتقول لصاحبها بقول لك إيه، هو إيه اللي حصل فينا ده؟ إحنا بدل ما نبقى مع بعض بقيت أنا دلوقتي مع طفل صغير. الأم كانت بتحاول توصل لابنها، بس مع كل أسف الدنيا كانت زحمة. الست دي في دماغها فكرة عبقرية، أنا هاخد الولد وأروح بيه في الغابة، وأول ما نروح الغابة هزقه يقع، وهنا هتخلص منه نهائيا. وسابته يقع فعلا. وبعد كده رجعت البيت بتقول لأمه أنا مش عارفة ابنك راح فين، أنا كنت تعبانة دخلت الحمام لقيت نفسي، كنا قاعدين بنلعب وبعدين دخلت الحمام رجعت ما لقيتهوش. يا ترى راح فين؟ أنا مش عارفة هو ممكن يكون راح فين. والأم بتقلق على ابنها جدا وبيجروا يدوروا عليه في كل حتة. طبعا هي بتعمل إن هي بتدور عليه مع أمه عشان تحبك القصة. الأم بتدور بجد في كل حتة، لكن الزوجة قاعدة تعمل نفسها بتدور. وفجأة تقول ايه ده، طب ما تيجي اخد تاكسي واروح اعمل نفسي بدور في حتة بعيدة، وفي نفس الوقت ان انا ارقص والعب واتبسط في حياتي. هي قاعدة ترقص ولا هممها، والراجل ده كان قاعد بيصطاد. فجأة لقى الولد بتاعنا، لقاه مصاب ومتكسر 100 حتة.
راح ودوله عمليات وقعدوا يعملوا له عملية، بس هو كان محتاج نقل دم كتير. قالت للممرضة يلا بسرعة روحي هاتي دم بسرعة عشان هو محتاج نقل دم، بس فصيلة الدم بتاعته مش موجودة. هنعمل ايه دلوقتي؟ عندكم دم في كل المستشفيات، ملقوش دم في أي حتة، هنعمل ايه؟ الولد هيروح مننا. راحت كلمت أم الولد قالت له ابنك عندنا، انت يا ترى تقدري تتبرعي له دم؟ الأم قالت طبعا، والزوجة قالت ايه ده؟ هو أنا مش هخلص منه أبدا، انا عايزه اخلص منه. راحت للولد اللي بتحبه، فجأة لقيته بيحب واحدة تانية. ايه الهبل ده؟ انا سايبه الولد سايبه جوزي عشانك وانت بتحب واحدة تانية. وراحت سايباه وماشية. الدكتورة اخيرا بعد ما الولد فاق قالت له انت امك هي اللي اتبرعت له بدم. هو كان خايف عليها جدا وراح لها الأوضة بتاعتها. الدكتورة قالت له ما تخافش، هي هتبقى كويسة، هي شوية وهتفوق. هو كان خايف على مامته جدا، قال لها طمنيني يا ريت اول ما نروح. وروح البيت وقال لمراته انا عارف انت عملتي ايه وعارف كل اللي انت عملتيه، انت خاينه وانت عملتي كل المشاكل. واتضح ان هو من اكتر من سنه كان متجوز واحده تانية وكانوا سعداء. هي شافته من هنا قالت انا ده اللي انا عايزه اتجوزه، وقعدت تعمل له مقلب عشان يتجوزها. اول حاجه وقعت في الطريق قدامه وعملت ان هي تعبانه عشان ياخدها المستشفى وياخد باله منها. هو حكى للممرضة كل حاجة وقالت له ما تخافش هي هتبقى كويسة. وفعلا هي بقت كويسة لأن هي ما فيهاش حاجة أصلا. وعملت خدعة في مراته إن هي خدتها وعزمتها على مطعم، حطت لها في الأكل بتاعها حاجة منومة. وأول ما مراته وقعت أغمى عليها، راحت شايلاها واخداها ورايحة بيت واحد تاني اللي هو صاحبها. هما خدوه وقالوا لجوزها خلي بالك مراتك في بيت حد تاني. كل الناس قالوا له الحق مراتك عند بيت واحد تاني. راح البيت وشافهم قاعدين معاها. هي هي قالت له انا قفشت جوزي مع الست دي، وهي فعلا وقعته في القصه دي. وبعد كده قعدت تقرب منه لغايه اما اتجوزوا وعرفت تحصل عليه وتخليه يسيب مراته. هو اكتشف القصه دي متاخر شويه، بس في الاخر اكتشفها وبلغ البوليس عن الست دي وقال له هي الست دي هي اللي سبب في اللي مراتي فيه، واتحبست طبعا. وبعدين هو رجع لمراته قالت له قال لها سامحيني، وسامحته، وكانت هي دي النهاية السعيدة بتاعت الفيديو.